نقدم نفسي أولا كمال مسعودي، مواليد في 30 جونفي 61 العاصمة بجزائر العاصمة. كمال مسعودي الملقب بكمال الحنين مطرب الأجيال، ولد في حي شعبي ببزرعة في الجزائر العاصمة، وتعود أصول عائلته إلى منطقة فريحة المتواجدة في ولاية تيزي وزو. عاش طفولته في الأبيار، وهناك اهتم بالرياضة، ولكن والده شجعه على الدراسة لأنه كان نجيبا. تحول اهتمام كمال نحو الموسيقى في وقت لاحق بعدما تأثر بأخيه الذي كان يمارس الموسيقى. أظهر كمال موهبته لأول مرة سنة 1974، كان ذلك في حي شعبي أين أطرب الناس بصوته. وفي سنة 1985 أصدر كمال أول تسجيل له، لكنه لم يحقق النجاح المنتظر بهذا التسجيل، ورغم أنه قدم طابعا عصريا وجديدا للشعبي. تم تسويق تسجيله الأول سنة 1990. ما ضوتني بظلام مالي وما لسه ما تسلمني. غنى أغنية الشمعة سنة 1991 وحقق بها نجاحا كبيرا. توالت نجاح أغانيه الواحدة بعد الأخرى، وكسب شهرة سريعة داخل البلاد وخارجها، وأعطى نفسا جديدا للشعب الجزائري بأغانيه العصرية. غنى كمال عن مواضيع الشباب في زمانه، فكسب حب الشبان واحترامهم له ولأغانيه. الدنيا فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعدي هدايا واحكيهم اللي بيه. ما ندوس معاك مهما تدوسي معايا، على بالي غدوة نلقاك ودوسنا يا مغرور، وانا يا نحلم بيك ديما بحبك مغرور وديما خايف عليك. كان كمال معجبا بأغاني عدة فنانين مثل الشيخ الحسناوي والدحمان الحراشي ومعدوب الوناس. في 10 ديسمبر 1998 هو آخر ظهور له على شاشة التلفزيون الوطني، أين حل ضيفا على إحدى الحصص على المباشر، حيث سأله المنشط لماذا لا تحفظ القصائد، فكان جوابه كالتالي: أنا على بالي بلي كمال مسعودي مقبل كنا نقصروا، قال لي انا ما نحفظش القصيد. كان بخير، كان ما كانش بزاف المشاكل، راح كيما دوك حنا تما رانا مخصوصين كل حاجه، يعني اللي اسبق الاولويه كاين بزاف. وبالنسبه لي انا شغل الحفاظه هذا تاع الغناء يعني حاجه مليحه على كل حال، كيما راهو يقول لك الدين اخلاق وتربيه على كل حال. هذا الفن الشعبي وشنو انا من المفروض يعني لو كان باش يعني نحفظ القصيد، نحفظ القرآن خير بالك نصيبه يوم القيامة إن شاء الله. توفي الحنين بعد الحصة في حادث وعمره 37 سنة. لم يكن